مساء الخير عليكم جميعا مشاهدي ومشاهدات قناة كلمة نيوز. ألف مليون مبروك للمنتخب المصري بفوزه الرائع على استراليا. يا رب بقى يكمل لنا بالستر بقى ونخش على الأرجنتين ونصعد لربع النهائي. الدنيا كلها كانت فرحانة، مش في مصر بس على فكرة، كل الدول العربية تقريبا معظمهم كانوا فرحانين جدا للمنتخب المصري. بيعتبروا طبعا هو والمغرب المنتخبين العربيين الوحيدين اللي صعدوا يعني. شفت فيديوهات كتيرة جدا على السوشيال ميديا احتفالات من السعودية ومن الكويت ومن عمان ومن اليمن والعراق وسوريا كمان وليبيا وغزة. وعشان كده كابتن حسام حسن طلع وشكرهم في الكلمة اللي قالها. وعشان كده برضو لما واحد فلسطيني في الاستاد حدف له العلم الفلسطيني رفعه ولف بيه لفتين كده واتصور بيه. وطبعا اللي بيقولوا ان هو ما ينفعش ان هو يشيل العلم الفلسطيني والكلام الفارغ ده وانه لازم يشيل العلم المصري بس، لا، هو كابتن حسام حسن لف الملعب بالعلم المصري، مش هو بس، هو اللعيبه كلهم. ده اللي ما شافش طبعا الماتش يعني، اعتقد الناس كلها شافت الماتش. المهم العالم العربي كله كان فرحان بمناسبه الفوز الجميل ده. نركز بقى في الارجنتين. اهم حاجه في الارجنتين نمسك ميسي، اتنين من اللعيبه بتوعنا يمسكوه، واتنين كمان يمسكوا محمد هاني، كده نضمن ما يجيش فينا جوان. بمناسبة محمد هاني على فكرة رائع 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 فوق التخيل، بس أنا كنت بهزر بس. هما كل اللعيبة اللي نزلوا الملعب بصراحة عملوا كل اللي عليهم، وربنا يوفقهم يا رب في الماتش الجاي. المهم كل العرب كانوا فرحانين وعمالين ينزلوا فيديوهات ويباركوا للشعب المصري، إلا شعب واحد بس للأسف يعني، الشعب السوداني. ما شفتلهمش ولا فيديو فرحة، مع ان كتير منهم قاعدين على السوشيال ميديا زي المقاطيع ان اشوف لهم فيديو واحد بس يقول مبروك للشعب المصري. ما شفتش. شفت فيديو واحد بس لواحد المفروض ان هو رياضي ولا اعلامي ولا معلق حاجه زي كده يعني، طلع بيتريق علينا، بيتريق طبعا وبيشتم كعادتهم يعني. بيقول راحت علينا من المصريين التطبيل هيفضل ل 200 سنه قدام، وهيفضلوا يقولوا ان احنا غلبنا استراليا لاجيال واجيال، هيصدعونا. تعالوا اسمعوا. والله خلاص راحت علينا، اقسم بالله حيصدعونا لمدة 200 سنة. تبطيل سيدوم لمدة 200 سنة. مصر فازت على استراليا، وانا من مشجعين المنتخب الاسترالي لانني اشجع ابناء بلدي، ابناء سو سودانيس. الحظ لم يحالفني، نجح نظيره اولادي فوزية في خطف البطاقة بركلات ترجيح. هذا الانتصار الذي اتى من ابواب ركلات ترجيح سيدوم التبطيل في القاهرة لمدة 200 سنة. نحن كذا وكذا 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 وأخسانا كذا وكذا وكذا وكذا. التاريخ يا سادة سوف يتذكره أحفادي أولادي فوزية الذين لم يلدوا بعد. تخيل إنك بعد 200 سنة يأتيك واحد من أولادي فوزية لم يولد بعد، ولم يولد أبوه، ولم يولد من يولده بعد، سيأتي وسوف يقول لك فزنا على أستراليا، فزنا على نيوزيلندا، وهو لا يعلم. يقول له متى فزتم على أستراليا ومتى فزتم على نيوزيلندا؟ سوف يقول لك منذ 200 سنة. لك أن تتخيل تبطيل سيدوم طويلا إلى الأبد. سيموت أولادي وسيموت أولادهم وسيموت أحفادي وأحفاد أولادي وكذا وكذا، والتبطيل لا يزال مستمر. بيفوز على أستراليا بركلات ترجيح. سيصدعونا في الميديا وفي كل مواقع التواصل الاجتماعي بأنها فزنا على أستراليا. يا عزيزي هذا أستراليا، وليس فرنسا، وليس الأرجنتين، وليس إسبانيا، وليس من وليس من وليس من. أولادي فوزية، يا أولادي فوزية، ستتبطلون تبطيل لمدة 200 سنة. في المقابل بقى، وتحس ان فرق السما من العامة بصراحة، سيدة لبنانية جميلة قالت كلام شعر في مصر.
يا أصدقاء، أعتقد أنه ما ضل حدا ما حكي على مصر اليوم. وصراحة يعني صار يعني الكل حاكي، بس والله جاي على بالي هيك بس كم كلمة. نحن محظوظين بمصر. نحن ما فينا نتخيل كوكب من دون العالم العربي مثلا، وما فينا نتخيل العالم العربي بلا مصر. ما بتخيل، يعني بكل تفاصيلها محظوظين فيها، بالسينما وبالفن، بالشعر وبالفوتبول وبكل شيء وبخفة الدم. أنا بحب مصر. اللي ما زاير مصر يروح يزور مصر ليشوف التاريخ أمامه. يعني بيكون عندك فكرة مثلا حتروح تنبسط، بس لما أنت بتروح على مصر تمشي بميدان التحرير، بتشوف الأهرامات، بتشوف خان الخليلي، بتشوف هدول الأشياء كلها، بتصير أنت عايش بقلب شيء وعمره ما كان حاسس إنه هو جزء منه. عم بيكتشف إنه هو جزء منه، إنه نحن كلنا في العالم العربي جزء من مصر، جزء من أم كلثوم، جزء من عبد الحليم، جزء من النيل، الأهرامات، حتى جزء من هي الحقبة الملكية ما قبل الضباط الأحرار وثورتهم، وكيف صارت الكل الدول العربية بعدين أنظمتها بتشبه بعضها كان في زمن ما قبل. نحن جزء من كل هي الحقبات. هيك فجأة أنت ماشي بشوارع القاهرة بتصير عايش فيها، بتصير قريب منها. غير بقى الأصدقاء المصريين الجميلين اللي أنا كثير مشتاقة لهم، غير خفة الدم، غير السينما، الأغاني، الأفلام، لك حل الإعلانات يا جماعة، إعلانات مصر. يعني يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها حبي لها. أحمد رامي وشعره، وأم كلثوم، ومصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روحي ودمي. ومش مبالغة والله العظيم، بس محظوظين فيك يا مصر، محظوظين بوجودك اللي بيشيل هم على القلب. والسؤال اللي في بالي ازاي ومصر بتعمليها ازاي؟ بنحبها لمصر. فرق السما من العمى فعلا. شفتوا الفرق بقى ما بين الشعوب المتحضرة والشعوب التانية؟ فرق السما من العمى ولا لأ؟ ده حتى لو قلنا العمى يبقى ظلمنا العمى بصراحة. المهم الواد اللي مش باين له ملامح ده، رحت على البروفايل بتاعه في الفيسبوك لقيته من نيو حلفا في السودان. وانا اول مره اعرف ان عندهم حاجه اسمها نيو حلفا. كل اللي اعرفه وادي حلفا، لما بيحصل فيضان بيجرفهم كلهم مره واحده هناك. ماشي، يمكن زي نيويورك ولا نيو اورليانز كده ولا حاجه، ولا يمكن منطقه كومباوندات عاملينها على الشجر. المهم الافندي ده عايش فين؟ عايش في اكبر شيلتر للافارقه وسكان الاحراش في العالم. الشيلتر ده اسمه ايه؟ ايوه برافو عليكم، اسمه القاهره، بلد اولاد فوزيه اللي بيتريق علينا بيه. عايش كضيف من ضيوف الريس والحاج مدبولي على قفاه، زيه زي ملايين الضيوف. عنده كهرباء وانترنت العمر اهله ما سمعوا عنها طبعا، وبيعمل فيديوهات كمان. كل ده من فلوس المصريين. المصريين يدفعوا ضرايب ورسوم خدمات قد كده كل يوم، والحكومه تاخد الفلوس تصرفها على الاشكال دي. ما مفوضيه اللاجئين فلست خلاص، والدعم الاوروبي فين وفين على ما يبعتوا لك مليار دولار بعد الذل والشحاته. البهوات دول اللي كل يوم بيشتمونا على الملأ ويشتموا رموز الدوله اللي جايبينهم وضاغطين حياتنا عشانهم ويضربونا بالشباشب، بيكلفونا 15 مليار دولار في السنه، يعني 750 مليار جنيه. شفتوا الرقم مهول ازاي؟ هو احنا بنشحت من شويه؟ ما احنا في رقبتنا لاجئين. كل مسؤول عن الشعب المصري بيتبهدل ده بسبب اللاجئين ربنا هيحاسبه على فكره حساب عسير. الناس بقت بتدعي 24 ساعه دلوقتي. ادي بوست من الاف البوستات اللي بنشوفها كل يوم على السوشيال ميديا، وده على فكره بوست محترم ومؤدب جدا. صاحب البوست بيقول ربنا يصعبها عليكم يوم الحساب زي ما صعبتوا على الناس حياته وكسرتوا اباء كتير امام اولاده. اللهم من شدد علينا فاشدد عليه، ومن ضيق علينا فضيق عليه، واجعل لنا من لدنك فرجا قريبا يا الله. دعاء كده تحس ان هو طالع من القلب. دي بقى اللي بيقولوا عليها دعوة مظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. هل كل مسؤول في البلد دي هيستحمل كل الدعاء ده؟ ده شوية الدعاء دول كفيل بانهم يقلبوا اي حد. عموما احنا لا هنناشد ولا هنطالب، لان احنا عارفين ان موضوع توطين المخلوقات دي ماشي على قدم وساق، وانكم لا تغيرون الشعب المصري اهتمام خالص. انتوا مش بس مش معبرين الشعب المصري، انتوا بتتحدوا ارادة الشعب المصري اللي انتوا المفروض تكونوا في خدمته. انا بمثل شعب مصر، ومش ممكن هاخد قرار ضد ارادة الغالبية العظمى بتاع الشعب. مش ممكن، ولا اي زعيم، ولا السعودية ولا الامارات ولا الدول ابدا انها تقدر تاخد قرار يخالف او يتحدى ارادة الشعب. اذا تحدينا ارادة الشعب
فالواحد ما يعتبر نفسه غير ممثل للشعب.